مرة نشوف البيت ده في حديقة الأحلام. فعلا يا ساندي. تعالى يا يوسف وسارة ادخلوا. تعالوا ادخلوا اتفرجوا على البيت الجميل ده. الله، البيت الرائع ده انتوا ازاي اكتشفتوه يا ساندي ومودي؟ مش عارفة يا يوسف، احنا كنا بنتمشى فجأة لقينا باب كده، قلنا ندخل نتفرج، لقينا البيت الجميل المريح ده. بالذات الكنبة دي تحفة. هو فعلا بيت جميل، بس احنا مش عارفين بصراحة هو بيت مين. دول زيزي وميكي هما اللي عايشين هنا. اهلا بيكم يا اصحابي، احنا فعلا عايشين هنا، انا زيزي وميكي كمان عايش معايا، وعايزه اقول لكم مفاجاه عن البيت ده. عايزين تعرفوا قصته كلها؟ ايوه تمام، انا هحكي لكم قصه البيت ده. انا في مره كنت ماشيه ورا جيري، فضلت امشي اتسحب كده وراه، لقيته داخل البيت ده وما كنتش عارفه فيه ايه البيت ده. فجيري دخل واختفى، فرحت قلت ادخل وراه ابص، ففعلا دخلت لقيت البيت الجميل ده. وانا بقى دخلت البيت وقلت اتفرج عليه فيه ايه. لقيته بيت جميل قوي ومريح، لقيت كرسي غريب، قلت اما اقعد عليه شويه. جيت اقعد على الكرسي لقيت توم بيطلع منه فجاه، واتخضيت قوي وطلعت عشان اجري عشان استخبى في اي مكان عشان خايفه من توم. بس لقيت كمان جيري مستخبي، وبعد كده رحنا لاصدقائنا في الغابه عشان يساعدونا. كمل بقى انت يا ميكي. وكانوا مستخبيين فوق في المطبخ في جوه البوتاجاز، وبعديها هما جم يندهولنا عشان ننقذهم من توم. لقينا اصلا ان توم كان محشور في الكرسي وكان بيكذب على جيري، كان بيقول ان هو مش عايز ياكله تاني ولا يجري وراه، وفي الاخر فضل يجري وراه. ايوه فعلا، بس المهم ان احنا بقى طلعنا توم خلاص من الكرسي، وبعد كده جيري قال لنا ان هو مش هيخبي عننا حاجه ابدا، وان البيت ده هيبقى بتاعنا كلنا وكلنا نقدر نلعب فيه، وكمان الاطفال اللي بيجوا يزوروا ارض الاحلام يقدروا يلعبوا فيه. ايه ده بجد؟ انا مبسوطه قوي. يعني احنا ممكن نجيب اصحابنا ونلعب فيه يا زيزي؟ ايوه طبعا، انتوا تقدروا تيجوا تلعبوا فيه انتوا واصحابكم في اي وقت. شكرا يا زيزي. انا هعرفك دلوقتي على اصحابي دول. ده مودي اخويا، ودول اصحابنا ساره ويوسف. برافو، هم دول فعلا. احنا الاربعه اصدقاء، وكمان معانا توتي فروتي. ده كان في ارض الاحلام معاكم مع تويتي باباهم، انتوا عارفينه؟ طبعا عارفين توتي فروتي العسل ده الصغنون بتاعهم. انتوا بقى هتاخدوه معاكم في البيت؟ ايوه، هو ممكن يبيت معانا لحد الدراسه. حلوة قوي، احنا ممكن نسيبكم تلعبوا في البيت ده دلوقتي براحتكم، تلعبوا معاه الاول وقبل ما تروحوا البيت. ماشي. ايه ده؟ الباب بيخبط. معلش يا مودي، انت جنب الباب، ممكن تفتح الباب؟ ماشي. انا فتحت الباب ومش لاقي حد. صح يا توتي فروتي؟ صح يا مودي؟ خلاص يا مودي، تعالى بقى افرجكوا على باقي البيت الجميل بتاعنا. ايه رأيكم بقى في بيتنا؟ انتوا كده اتفرجتوا على بيتنا كله. ايه رأيكم؟ ايه رأيك يا مودي؟ تحفة. فعلا احنا البيت جميل قوي، وانتوا تقدروا تيجوا تلعبوا فيه في اي وقت. ايه ده؟ انتوا سامعين الصوت اللي انا سامعاه ده؟ ايوه فعلا يا ساندي، في صوت غريب. ايه ده؟ احنا شكلنا نسينا الباب مفتوح. تعالوا نشوف مين اللي دخل. تعالوا بسرعة. ايه ده؟ يا خبر ابيض، ده مين؟ سيلفستر، انت جيت هنا ازاي؟ تعالى بسرعة يا توتي فروتي، استخبى جوه الدولاب. انا جاي اتمشى شوية في الحديقة. لا، خلي بالك يا توتي، احنا مش هنسمح لك تضايق اي حد من اصدقائنا. انا كنت بتمشى في الحديقة وعجبني البيت، قلت ادخل اتفرج مين هنا في البيت ده. مين الطفل اللي هناك ده؟ تعالوا بسرعة، احنا خلصنا جولتنا هنا في البيت ده. ايه ده؟ يعني مفيش غير الاطفال دول بس؟ مفيش حد تاني؟ انتوا بس يا حلوين اللي موجودين؟
ايوه احنا اللي موجودين، بس كنا بنتفرج على البيت وخلاص ماشيين. يا خساره، مفيش حد يعني تاني؟ لا مفيش حد تاني. طيب خلاص انا شكلي همشي بقى، مفيش حد. انا همشي اهو، بس انا حاسس ان انا سمعت صوت حد تاني. انتوا متأكدين ان مفيش حد غيركم؟ ايوه. ماشي، هبقى اعدي في وقت تاني.